ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايه لكم بقى بوصفه النهارده خطيره جدا للناس اللي بتحب البطاطس. احلى بطاطس مبهره ببهارات ممتازه جدا، وفي نفس الوقت صحيه جدا وهيلث جدا للناس اللي ما بتحبش يا جماعه الحاجات اللي فيها دهون والكلام ده. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسوش تضغطي زر الجرس. واهم حاجه تكتبوا لي الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها كتير، وبجد انا بشكر كل واحد اشترك عندي في القناه وبيكتب لي كومنتات حلوه، انا بجد بشكره جدا. يلا نسمي الله ونبدأ الوصفة. اول حاجة معايا بطاطس متقشرة ومتقطعة زي ما انتوا شايفين، مش صغيرة. البطاطسية 4/4. ومعايا بولة حطيت فيها معلقة من الفلفل ومعلقة من البابريكا ومعلقة من الكاري ومعلقة من الكركم، وكمان جوز الطيب نص معلقة. وحاجة كده بسيطة خالص من الزعفران. ومعلقة كمون. وكمان حطيت ملح. وحطيت كمان معلقة بسيطة من كده من الشطة، ما تكتريش فيها. وحطيت كده كان عندي زعتر ناشف حطيته، وطبعا ممكن تشيل العيدان وممكن تسيبيها زي ما انت تحبي، مفيش مشاكل. انا بعد ما حطيتها بصراحة شلتها تاني. ومعايا معلقة كمان من بهارات البطاطس اللي احنا طبعا عارفينها كلنا وبنجيبها. إيه مش متوفر عندك البهارات دي كلها، كفاية على فكرة فلفل وكمون وملح بس. اكيد طبعا متوفر عندنا في البيت كلنا فلفل وكمون وبس. طبعا بتبقى حلوة، وبهارات البطاطس كمان بتحليها، يعني ممكن تستغني عن كل البهارات دي وتحطي بهارات البطاطس اهم حاجة مع الملح. وبجد هتطلع معاكي الوصفة ممتازة جدا 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 ان شاء الله. حطيت بقى البطاطس كده على البهارات وبقلبها بقى بالشكل ده. طبعا انا باخد كمية بكمية، بس هقلب كله مع بعضه. حطيت اهو. هحط بقى الكمية التانية دلوقتي وابهرهم كلهم. حطيت بقى الكمية بتاعتي كلها، وفي صاج بقى ولا في صينيه زي ما انت عايزه. هتدخليهم طبعا الفرن. بص انا حطيته اهو في صينيه كبيره شويه، وحطيت عليهم كوبايه من الميه. بفرط الميه كده على الوش، مش بحطها على طول، انا بفرطها كده علشان البطاطس ما تقعش منها البهارات. وبقلبها تقليبه كده بايديا، علشان برضو لو حاجه وقعت منها البهارات ولا الكلام ده ترجع زي ما كانت تاني. هرش بقى معلقه زيت، حاجه بسيطه خالص مش كتيره. يعني انا برش حاجه بسيطه خالص خالص خالص، علشان الناس اللي بتحب يا جماعه الحاجات الخفيفه على المعده، واحنا في صيام كمان مش عايزين حاجه تبقى تقيله ولا الكلام ده. البطاطس دي ممتازه جدا جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. دخلتها بقى الفرن على درجه حراره واطيه خالص لمده ساعه ونص، او ممكن تاخد معاكي كمان ساعتين. وممكن تحط لها كمان كوبايه ميه في الفرن بعد ما تشرب الكوبايه دي. كوبايه بس هتكون كوبايه كبيره شويه، يعني قيمه كوبايه ونص من كوبايه الشاي العاديه. وطبعا تسيبيها بقى براحتها لحد ما تطيب خالص. البطاطس بقى طعمها وشكلها وكل حاجة وهم فيها كده في منتهى الجمال. وطبعا هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة انا اقول عنها اي كلام خالص. وبجد هتعجبكم ان شاء الله. بس اهم حاجة تجربوها وبجد مش هتندموا. يعني حاجة كده في منتهى الجمال. طيبة طبعا من جوه، مش محتاجة كلام خالص. بس كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير.